السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام. قبل أشهر طلبت خدمة من عمان تل توصيل ال5G اللي هو الواي فاي، وجاني واحد من غير العمانيين وركبه. والله قرابة شهر شهرين مضى عليه، صار عندي مشكلة تقطع. اتصلنا كول سنتر، يا جماعة عندي تقطع. قال إن شاء الله بنرسل لك واحد فني. رسلوا لي واحد فني من غير العمانيين، جاء وعالج المشكلة ورجع النت مرة ثانية. ما مضى عليه 40 ساعة وردت نفس المشكلة. حاولت أتواصل مع هذا الغير العماني اللي كان جاي معاي، ما يرد علي. عرفت السالفة، لازم أتصل كول سنتر ورسلوه ويحسبوا لي مبلغ يعني. هذا حق مشروع. على كل حال خلاص عاد أصبح عندي 5 أيام أو 6 أيام، الله أعلم، 5 أيام ما عندي نت في البيت أبدا، ماشي أبدا. فتعرف طلاب وأولاد وبحث هذه المواضيع، فرسلوا لي المرة الثالثة واحد من العمانيين. جاء العماني وعالج المشكلة ورجع النت والحمد لله وخرج عني. قلت له قول يا ابني إذا صار عندي مشكلة. قال إن شاء الله عمي اتصل فيني وإن شاء الله خير إن شاء الله، عسى أكون في طريقي ومر عندك. الآن سؤالي لعمان تل ولكل مسؤول في هذا البلد، وين ابن البلد في هذه الوظيفة؟ فأنا سألت عدة شباب يعني عند وصلوا هذه الخدمات، قال لي أغلبهم من الوافدين. وين العماني؟ هذا الشغل يا اخوان ما تبغى ترى دكتوراه وما تبغى شيء، وشبابنا كلهم خريجين كليات وجامعات بعضها. يا اخي كله ضرب دريل وهو زين وتوصيلي وست اب وخلص الامر. وخير البلد لاهل البلد، ارجوكم خلينا نشوف العماني على عيننا وراسنا، ونحن نقدر غير العماني واهلا وسهلا به، وهني نحطي على راسنا. لكن ايضا ابن البلد لابد ان يكون له مساحه طويله في ذا الموضوع. بارك الله فيكم.